قبل أي حاجة شكرا على ال100 مشترك. هدفنا الجديد 200 مشترك. أتمنى إن كل فيديو بينزل على القناة يكون عاجبكم، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم. ومن غير كلام كتير خلونا ندخل على فيديو النهاردة ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا جماعة؟ فيديو النهاردة بيتكلم عن أفضل 10 ألعاب حرفيا لازم تلعبهم ولو مرة واحدة في حياتك. مستعدين؟ يلا نبدأ. نبدأ مع واحدة من أنجح الألعاب في تاريخ الألعاب، GTA V. اللعبة دي مش مجرد لعبة أكشن، لكنها عالم متكامل مفتوح مليان تفاصيل رهيبة، سواء في أسلوب اللعب أو القصة أو حتى الأونلاين اللي مستمر في التطور لحد دلوقتي. الجرافيك فيها لسه مبهر حتى بعد السنين اللي عدت، وأسلوب اللعب بيخليك تحس إنك فعلا عايش في لوس سانتوس. المهمات متنوعة، المطاردات عنيفة وسرقة البنوك واغتيالات وتفجيرات، كل حاجة فيها متقنة وعاملة جو فريد من نوعه. ومع وجود 3 شخصيات رئيسية بتلعب بيهم، كل واحد ليه قصته وطريقته وأسلوبه في التعامل مع المواقف، غير إن الأونلاين بيخليها لعبة ما تنتهيش، لأن كل شوية بتنزل تحديثات جديدة تضيف مهمات وعربيات وأسلحة وتحديات، وده اللي بيخليها من أفضل ألعاب الأكشن اللي ممكن تلعبها. واللعبة رقم 2 واللي اسمها Call of Duty Modern Warfare نسخة 2019، اللي تعتبر من أقوى إصدارات السلسلة. الجرافيك فيها واقعي جدا، والأصوات والمؤثرات الصوتية تخليك تحس إنك في معركة حقيقية، والأسلحة مصممة بطريقة تخلي كل رصاصة ليها وزنها وإحساسها. القصة قوية جدا، ومع إن طور القصة في ألعاب التصويب بيكون مجرد إضافة، إلا إن هنا هتحس إنك جوه فيلم حرفيا. الأحداث مشوقة، والمهمات بتنتقل بين أماكن مختلفة بطريقة بتخليك متحمس طول الوقت، غير إن الأونلاين فيها مليان أنماط لعب تناسب كل حد، سواء بتحب المواجهات السريعة أو الخطط الاستراتيجية والتكتيكات المعقدة. تجربة الأكشن فيها على أعلى مستوى، وده اللي بيخليها لعبة أساسية عند أي حد بيحب ألعاب التصويب. واللعبة رقم 3 واللي اسمها Red Dead Redemption 2، اللعبة اللي بتجمع بين الأكشن والعالم المفتوح مع واحدة من أفضل القصص اللي ممكن تشوفها في أي لعبة. الجرافيك فيها حرفيا ما يتوصفش، والعالم ضخم جدا ومليان تفاصيل بتخليك تحس إنك عايش في الغرب الأمريكي. طريقة القتال فيها مميزة، سواء كنت بتستخدم الأسلحة النارية أو بتدخل في مواجهات يدوية، كل حاجة مصممة بطريقة تخلي الأكشن ممتع. القصة مؤثرة جدا، والشخصيات مكتوبة بطريقة تخليك تتعلق بيهم وتحس بكل لحظة بتعيشها معاهم، وده غير الأنشطة الجانبية اللي بتضيف عمق أكبر للتجربة، زي الصيد، السرقة، والمطاردات اللي بتكون من أكتر اللحظات الحماسية في اللعبة. واللعبة رقم 4 واللي اسمها دوم إترنال، اللعبة اللي بترجع لأصل الأكشن الخام من غير تعقيدات، مجرد أنت وأسلحة قوية وجيش من الشياطين اللي لازم تدمرهم بأسرع طريقة ممكنة. طريقة اللعب سريعة جدا وتعتمد على التحرك المستمر، لازم تكون دايما في حالة هجوم وتستغل كل الأسلحة اللي معاك بشكل استراتيجي. الجرافيك والألوان في اللعبة بيدوا إحساس مجنون بالحماس، وكل تفصيلة فيها مصممة عشان تخليك تحس بالأدرينالين في كل ثانية. الأصوات والمؤثرات الصوتية بتضيف قوة رهيبة للتجربة، وكل مواجهة بتحسسك إنك في معركة مصيرية ضد جحافل من الوحوش. واللعبة رقم 5 واللي اسمها واتش دوجز 2، اللعبة بتقدم لك مزيج من الأكشن والتسلل والهجمات الإلكترونية، وبتخليك تتحكم في شخصية عندها قدرات اختراق متطورة تقدر تستخدمها عشان تسيطر على التكنولوجيا حواليك، سواء كنت عايز تخترق كاميرات، تعطل سيارات، أو حتى تتجسس على الأعداء وتدمر خطتهم. الأكشن فيها من نوع مختلف شوية، لأنه بيعتمد على التفكير واستخدام الأدوات اللي معاك بطريقة ذكية، وده اللي بيخليها تجربة مختلفة عن أي لعبة أكشن تانية. القصة كمان ممتعة، والحوارات فيها حس فكاهي بيديلها طابع خفيف ومميز. واللعبة رقم 6 واللي اسمها جوست اوف تسوشيما، العالم فيها مصمم بطريقة تخليك تحس إنك في اليابان القديمة، والمؤثرات البصرية بتضيف جمال رهيب لكل لحظة. القتال بالسيف ممتع جدا، وبيعتمد على المهارة ورد الفعل السريع، وبتقدر تستخدم تكتيكات التسلل أو المواجهات المباشرة حسب أسلوبك. القصة ملحمية ومؤثرة، والشخصيات مكتوبة بطريقة تخليك تهتم بمصيرهم، وده غير الأنشطة الجانبية اللي بتخليك تغوص أكتر في عالم اللعبة. الأكشن هنا مش بس مواجهات، لكنه كمان تجربة فنية بتعيشك أجواء الساموراي بكل تفاصيلها. اللعبة رقم 7 واللي اسمها تايتن فول 2، اللعبة بتميزها السرعة والسلاسة في الحركة، سواء كنت بتجري على الجدران، بتنتقل بين الأماكن بسرعة، أو بتستخدم التايتنز العملاقة اللي بتضيف مستوى جديد من الأكشن والمعارك. الأسلحة متنوعة جدا، وطريقة القتال مش مجرد تصويب عادي، لكن فيها استراتيجيات وتكتيكات مختلفة تخليك لازم تفكر قبل ما تتحرك. طول القصة في اللعبة رغم إنه قصير، لكنه واحد من أقوى القصص اللي ممكن تلعبها في لعبة تصويب، والمواجهات فيها مصممة بطريقة ذكية تخليك مستمتع طول الوقت.
واللعبة رقم 8 واللي اسمها سيكيرو. اللعبة دي بتقدم تجربة قتال بالسيف مع نظام قتال بيعتمد على المهارة والتركيز. لازم تكون سريع وتعرف انت تصد الهجمات وترد عليها، وده بيخلي كل مواجهة مع الأعداء تحدي ممتع. العالم فيه تفاصيل جميلة ومستوحاة من اليابان القديمة، والقصة فيها غموض وحوارات عميقة بتخليك عايز تعرف أكتر عن الشخصيات والأحداث. اللعبة صعبة، لكن لما تتعلم ميكانيكيات القتال وتحترفها بتحس بمتعة رهيبة في كل معركة. اللعبة رقم 9 واللي اسمها فير كراي 6. اللعبة دي بتقدم لك تجربة أكشن في عالم مفتوح مليان تفاصيل. بتلعب بشخصية مقاتل بيحاول يعمل ثورة ضد نظام ديكتاتوري ظالم، وبتعيش معارك شرسة في غابات ومدن مليانة بالجنود. المركبات والأسلحة اللي تقدر تطورها وتستخدمها بطرق مختلفة. أسلوب اللعب متنوع، تقدر تواجه الأعداء بأسلوب التخفي أو تدخل معاهم في مواجهات مباشرة. وكمان عندك حرية استكشاف العالم الضخم اللي مليان أنشطة جانبية ومهمات ممتعة. الأكشن فيها سريع ومليان تفجيرات ومطاردات تخليك دايما على أعصابك. اللعبة رقم 10 والمحبوبة جدا بالنسبة لي واللي اسمها باتمان أركام نايت. لو بتحب الأكشن مع أجواء الظلام والغموض، اللعبة دي هتكون تجربة خرافية ليك. بتلعب بشخصية باتمان في مدينة جوثام اللي مليانة مجرمين وأعداء بيحاولوا يدمروها، وبتستخدم مهاراتك القتالية وأدواتك المتطورة عشان تواجه العصابات والقادة الكبار زي الجوكر وسكيركرو. اللعبة فيها معارك ممتعة جدا مع نظام قتال سلس يخليك تحس بقوة كل ضربة، وكمان تستخدم عربية باتمان في المطاردات وتدمير الدبابات اللي بتحاول توقفك. القصة قوية ومليانة مفاجآت، والجرافيك أسطوري بكل معنى الكلمة، بيخليك تحس بجو المدينة المظلم والمليان تحديات. وبس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة الأفضل 10 ألعاب حرفيا لازم تلعبهم ولو مرة واحدة في العمر. أتمنى يعجبكم الفيديو، قولوا لي رأيكم في التعليقات تحت ايه اكتر لعبة عجبتكم من بين العشر العاب، وما تنسوش طبعا تحطوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.